البوتاجاز بالشكل ده وعايزه تنضفيه، عندك شفاط وعايزه تنضفيه عليه دهون السنين، عندك حلل عايزه ترجعيها جديده، عندك الطاسه متبهدله وعايزه ترجعيها جديده، تعالي بينا هقولك بمكون سحري هترجعيها فله شمعه منوره. لايك وشير للفيديو كده بقى، وكومنتاتكم الجميله اللي بتفرحني. ولو مش مشتركين في القناه او اول مره بتتفرجوا عليا، ما تنسيش تنزلي تعملي اشتراك وتفعلي الجرس على كلمه الكل عشان يوصلك كل جديد وكل فيديو انا بنزله. وتابعوني على الفيسبوك والتيك توك والانستجرام. نقول بقى كده اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدنا محمد. طبعا عايزه اقول لكم البوتاجاز بتاعي ده انا سبته فتره، صدقوني كانت في الفتره دي ايدي كانت تعبانه جدا، وحرفيا ما كنتش بعرف امسك كوبايه بايدي. اللهم لك الف حمد وشكر لك يا رب. طب اعمل ايه يا ترى، هل ترى هسيب بيتي منتن معفن كده؟ ابدا. قلت بس هعمل الخلطه الجباره اللي هتخلصني من الدهون بمكون بسيط جدا كلنا بنرميه، وهو قشر الليمون او قشر البرتقال او قشر الاستفندي. تمام. كمان ينفع نعملها بالطماطم اللي ضربت، هبقى اعملها لكم وانزلها لكم. بس يلا بينا بقى كده نشوف عملنا ايه. طبعا انا الليمون كل ما بجمع او بعصر ليمون بمسكه يا جماعه اشيله في الفريزر، ماشي. او لو ليمون ضرب عندي وباظ يعني بمسكه اشيله في الفريزر. بصوا طلعناه متجمد تمام بالتلج لسه اهو حجر، شايفين ماسك في بعضه. حطيته في الحله على النار وهحط عليه ميه، ماشي. بصوا انا بوريكم ان هو هنا ناشف، بصوا متلج اهو عشان بس يعني، والليمون ده معصور. ده القشر على كام ليمونه كده ضاربين عندي، رحت حطاهم تمام. هنجيب بقى بقيت ايه المكونات اللي عندنا، قشر استفندي، قشر برتقال، كل ده انا ما برميش حاجه بصراحه. هتقولوا لي اصل الفريزر عندنا مش مكفي، اصل هقول لكم والله انتوا لو عايزين توسعوا اماكن هتوسعوا، بس انتوا اللي بتكسلوا، ماشي. هنا حطيت عليها بقى ميه يا دوبك تغطي القشر، ماشي. هنسيبها بقى تاخد وتدي مع بعضها كده بشكل ودي، تغلي بقى مع بعضها لحد القشر ده ما يدوب كده ويتهري ويبقى زبدة او مربى. يا سيدي يا سيدي يا سيدي. بصوا انا طبعا لقيت المية قليلة زودت شوية تاني، لازم تغطي كمية الليمون او كمية القشر اللي عندك، تمام. وهياخدوا يدوا بشكل ودي، ماشي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدنا محمد. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. بصوا هنسيبهم بقى مع بعضنا، تمام. عايزه اقول لكم انا الخلطه دي بعملها كل كام شهر بصراحه، بتنفع معايا. بدعك بيها السيراميك بتخليه بيبرق، وفي الحمام بقى بتخلي الحواض والاستانلس والحنفيات فله شمعه منوره. كمان والله بدعك بيها الحلل، في مره هعمل لكم بيها الحلل، بترجع الحلل جديده نوفي كانك لسه شاريها، من غير بقى ما تقعدي تدعكي قوي، تمام. الناس اللي عندها مشكله في ايدها زي حالتي كده وما بيقدروش يدعكوا، بجد الخلطه دي هتبصوا هتسهلوا. هنا بقى عندي قشر برتقال على قشر استفندي على حبه ليمون، شايفين ده كان ليمون سليم ضرب، ماشي، او باص في التلاجة عندي مش هرميه خساره، يلا في الفريزر وشيليه، تمام. عملت نفس الحكايه حله تانية ورحت مولعه ورحت مغطيه عليه، تمام. وهنسيبهم بقى ياخدوا ويدوا بشكل ود. بصوا هنا ده عمال غلى او غلي لحد بصوا عمال بقى يهري، تمام. انا هسيبه كده ياخد يتهري لحد الميه دي ما تعتبر بقت نصها، هيبقى عندي معجون يا جماعه. طبعا انا عشان الفوران والحله كانت صغيره شويه غطيته، ماشي. خلاص بقى اتعمل وبرد. بصوا بيتهري ازاي، شايفين ما شاء الله تبارك الله. برد رحت حطاه في الاطباق دي، ما فضتوش كده في الحله على طول، تمام. لازم يبرد خالص، ما تبيتيهوش في الحلل الالومنيا عشان الحاجات دي هتاكل الالومنيا، ولو خرمت لك الالومنيا غير مسؤوله، ماشي. ولكن لما نعملها بحبه صغيرين نسيبهم شويه لحد ما يغلوا ويبردوا ما بتاثرش في شيء، تمام. جبنا بقى شفشق الخلاط، لو عندك هاند بلندر يبقى ريحتي واستريحتي، ما عندكيش هاند بلندر زي حالاتي كده ونظام مشي حالك، يلا مشي حالك، تمام. بناخد بقى قشر الليمون بتاعنا وقشر البرتقال، تمام. نفس الخلطه دي يا جماعه بالظبط في الطماطم. عندك طماطم ضربت بقى ما ترميهاش، طبعا الطماطم دلوقتي الايام دي ب 12 جنيه وب 15 جنيه، هتقولوا لي انت فاضيه،
وفي حد لاقي طماطم يطبخ بيها لما طماطم ينضف بيها؟ بس لا والله. كمان الخلطه دي بقى يا سلام لما تحطيها في الغسيل الابيض، يا لهوي بتخليه فله شمعه منوره، جيرانك هينبهوا. بصوا انا طبعا ضربتها في الخلاط لحد ما بقت خليط زي ما انتوا شايفين كده، بقى بيوريه خالص. تمام. لو انت فيهم بذر ماشي، ليمون سليم وفيه بذر او قشر برتقان عشان الفتل البيضه اللي فيه او الطبقه البيضه اللي فيه، بمسكه بالمصفى. بصوا هنا هجيب المصفى اهي وهصفي اللي عايز يتصفى ماشي، اللي فيه تفل وفيه بذر وفيه حبيبات هصفيه. تمام. اللي مش محتاج تصفيه زي كان انا ضامنه ان هو قشر صافي وما فيهوش اي بذر، بكبه على طول. شايفين ما شاء الله تبارك الله الكميه دي، ده لسه صبركم. الكميه دي بعملها يا جماعه بتقعد معايا شهور والله، ولما بعملها بوزع على اخواتي بقى والجيران والاهل والاحباب. وايه بصراحه بتنفع بقى في غسيل الشفاط. ياه شفاط المطبخ ده منبع يعني، بصوا كمية دهون عليه ما تتوصفش بجد. حطي من المكون ده ومن الخلطة دي بترجع لك الشفاط جديد، كل ما تتخيلي ببيتك يعني بصوا هتسهلك. تمام. بصوا ما شاء الله تبارك الله، اللهم زد وبارك يا رب، اللهم زد وبارك. ده عملت كمية بجد والله. انا فعلا في ناس معينه بيستنوا واخواتي بيستنوا لما بعمل الخلطه دي يا جماعه. هي كلها ايه، ما كلفتنيش 10 جنيه بصراحه. طبعا كل ده كان عندي وبيترمي. تمام. كل اللي جبته عليها بقى من عند العطار، مكونات بسيطه وسهله من عند العطار انا جبتها. تمام. هنشوفها ايه هي مع بعض. ما تنسونيش بدعوه كده من القلب، ولكم مثلها. تمام. لايكات كتير وكومنتاتكم الجميلة اللي بتفرح قلبي. ولو لسه برضو اول مرة تتفرجوا عليا او مش مشتركين في القناة، يعني اشتركوا في القناة ودعموني يا جماعة. صدقوني والله اشتراككم ودعمكم ده اللي بيشجعني ان انا استمر، وكومنتاتكم الجميلة هي اللي بتشجعني ان انا استمر واقول لكم على افكار وحاجات ونتشارك مع بعض. انا عارفة ان انتم كلكم احسن مني بكتير، بس كلنا بنتعلم من بعض. هنا ده بقى كربوناتو، جبت ب5 جنيه كربوناتو. تمام. وحطيته ماشي. وهجيب ب5 جنيه ملح ليمون. كل اللي هعمله 5 كربونات و5 ملح ليمون عشان الكمية دي كتيرة ماشي. وده ملح الليمون، كل ده من عند العطار. وهقلب. تمام. انا طبعا نقصت شوية عشان الكمية كانت هنا عم. وهجيب بقى نص ازازة خل على الكمية دي كلها. شايفين الفوران ده؟ الفوران ده بقى ده السر اللي بيطلع الدهون كلها، ده السر، ده السحر بقى يا جماعة. بصوا عايزة اقول لكم هنقلب ده هتلاقوا الدنيا كلها بتفور ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا محمد. اوعوا تخيبوا خيبتي، كبروا الطبق عشان ده فار على البوتاجاز وبهدل لي الدنيا. بس بصراحة جالي فايدة، نزل بقى على أرضية المطبخ خلى البلاط بيلمع. أنا لما بمسح بحط من المكونات دي في الغسيل. تمام. في مية المسح بتاعت الأرض، بدعك الحمام بيها، بغسل سجاد بحط من الحبة دول من الخلطة دي على السجاد والمشايات واغسل. والله بجد يا جماعة. تمام. بتخلي البيت فل شمعة منورة كده. تمام. بترجع الحاجة نظيفة، بتبرق أحلى من الكلور مليون مرة. تمام. عشان الناس بس اللي عندها مشاكل مع المواد الكاوية زي حالاتي. تمام. ما بحطها بقى للغسيل الأبيض، ما بحطش ولا كربوناتو ولا ملح ليمون. باخد معجون الليمون ده، بسيب حبة مركزين كده معجون ليمون بس، وبحط منه في الغسالة لما بكون بغسل أبيض. حبة يا دوبك، حبة كده يجي حبة في الكوباية. تمام. على قد معيار الغسلة، وبتاخد الغسلة لفة وبنقعهم شوية واسيبهم ياخدوا مع بعض، بيرجعوا الأبيض بيزهزه. تمام. هنا طبعا أنا كنت نقلت ماشي عشان خاطر الكمية كانت كتير. تمام. هنزل بقى هنا بالصابون السائل. يفضل انك تجيبي صابون كويس. تمام. من مكان كويس، بلاش تسترخصي، لان هنا دي بقى الخطوة المهمة. جودة الصابون السائل هي اللي بتفرق.
تمام. انا كان عندي بريل وقتها، حطيت او اللي هو الفيبا ده، تمام، حطيته. كنت والله مش هقول لكم شارياه مخصوص، لا انا بشتري عاده اريال لما بينزل عروض، بينزل ساعات ببقى اروح هايبر او كارفور والاقي اريال ومعاه صابون سائل هديه فبشتريه، بقول بستفاد بالصابون السائل. تمام، ايام ما كان بيعملوا عروض، الله يرحم العروض والاطوال والخصومات، راحت ايامها. بصوا هنا قلبناه كويس قوي قوي. الخلطه دي بقى بحط منها في ايه، زي ما قلت لكم، بحط منها على البوتاجاز واغسل، بحط منها على السيراميك، بحط منها في الارضيه بمسح الارض وبدعكها. تمام، بحط على الشفاط من الخلطه دي. تمام، هي دي كده خلاص خلطه جاهزه معايا. بحط منها في طبق المواعين، الطبق الصابون بتاع المواعين، وبغسل منها المواعين، بس بزود لها شويه صابون كمان. بصوا هنا بقى بفضيها في الاطباق او في الازايز او في الجراكن اللي عندي، ماشي، عشان خاطر احفظهم. تمام، وكده ما شاء الله تبارك الله عندي كمية تكفيني شهور، اللهم بارك، بجد ولا تكلفنا ولا حاجة.